بسم الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على سلامتكم يا جماعة، وإن شاء الله تكونوا بخير. اليوم فكرة جديدة ويوم جديد، سمسة باللوز والجلجلان. نعرفوا توا رمضان، جات خفيفة وبنينة وسهلة ما فيها حتى شيء. يلا نمشو مع بعضنا نحضروا السمسة. أول حاجة خذيت الملسوقة هذه اللي متاع السمسة، وخذيت 170 جرام لوز و100 جرام جلجلان، ومغرفة الزبدة هذيك بعد باش نذوبها. دونك لهنا خذيت زادة، حضرت الشحور متاعي اللي هما 2 كيسان السكر عليهم كاس ماء. وتوا لهنا عصرت القارص وحطيت القارص في وسطها. لهنا نخليوه جوست من با درجي من زمان ونطفيو عليه. دونك لهنا بعد ما عرشتهم اللوز والجلجلان بالكدا، ناخذ توا اللوز ونرحيه في الآلة هذيا. خليته يبرد على الرخامة. دونك لهنا راني أنا حضرت هذوما كلهم في داري، والبقية كملت حضرتهم في دارنا. مشيت ديفا بحذاها، وليت كملت حضرت، مكنتش نعملهم كملهم في داري خي ما طلنيش الوقت، وليت هزيت المكونات متاعي وكملتهم في البقية في داري. دونك لهنا بعد ما رحيتهم بالكدا، هذايا اللوز هاكا رحيته بالكدا. توا باش نرحي الجرجلان. ماذا بيكم ديما بعد ما تخرجوه من الفرن تخليه يبرد شوية. دونك هذايا الجرجلان كملت رحيته. وتوا لهنا كملت الجرجلان واللوز رحيته. باش ناخذ لهنا عندي سكر تمر، كنت تعرفوش يا جماعة مرة عملت معاكم سكر تمر. حبيت نعمله بسكر تمر خاطر شي جماعة ما يحبوش حلو برشا، وليت اضطريت باش عملته بالسكر تمر. دونك لهنا انطلقت لدارنا. خذيت الصمصة هذيا اللي هي ورق الملسوقة، آه، وهذاك الخليط وهذايا الزهر وهذاك الزبدة. هنا عملت بالسمن كتعرفوش متاع هذاك الجزائر، سمن المدينة. ذوبته. وتوا باش ناخذ الملسوقة ونكيل هنا قداش من الطول متاعها باش نجم نقصهم فرد قياس. دونك لهنا خذيت المسطرة هذيا أمي تتسطر بها، وليت كيلتها الحجم هذاك. لقيتهم قد قيستهم على 3 بالطول، وهكا بقاو لي شوية على جنب من با 5 سنتيمتر. ذوكم نحيتهم على جنب وكملت قصيت اللي حاجتي بيه. ماذا بيكم ديما يا جماعة كيلوه باش تجيكم حاجة مرطوبة ونظيفة. ديجا هاكم تراو كيفاش سطرتهم. توا حطيتهم على شيرة وخذيت الخليط وحطيت فيه العطرشية، خلطته بالكدا. ما تنساوش انتم تحطوا السكر جلاس والا سكر محور. السكر جلاس هو سكر محور، يعني تحطوا سكر تمر كان عندكم. دونك لهنا توا بعد ما خلطهم بالكدا تلملي الخليط. توا باش ناخذ نكعبر هكايا، آه، كالكعابر هكا صغار باش يساعدني وقت اللي نجي نخدم الصمصة. وتنجموا تاخذوا تهزوا بالمغرفة، تعملوا مغرفة صغيرة وتهزوا الكونتيتي اللي حاجتكم بها. هنا لهنا كعبرتهم هكا كعابر صغار. آه، حاولوا اعملوهم هكا صغار وفي نفس الحجم. واذا هكا لقيتوهم هكا كبار شوية تنجموا تنقصوا منهم. المهم تعملون فرد هكا حجم. دونك لهنا بعد ما كملت حطيتهم هكا كعبرتهم باش يساعدوني في خدمة الصمصة. توا باش ناخذ ورقة الملصوقة وندهنها كلها. انتوما تنجموا تذوبوا الزبدة والا تعملوا الشحور تعملوا عفوا السمن اللي قلت لكم عليه اللي هو سمن المدينة متاع الجزائر. دونك تذوبوها وتمسحوا هكايا بالملصوقة وتحطوا توا الكعبة لهنا. شوفوا لهنا تعملوا النص متاع المثلث، تستويوها قد قد وتبداو تدوروها بالحجم هكايا. حاولوا ما تخرجوش على الجنب، حاولوا استويوها قد قد باش تجيكم المثلث صحيح ومنظم ونظيف.
هاكم تبعوا شوفوا كيفاش ثنيتو. لهنا الزايد إذا كانت الورقة الزايدة من الفوق صغيرة تنجموا تقصوها، وإلا تحاولوا هكا تجي وتحشيوها هكا من الداخل. دونك هذه مادامها قصيرة باش نضطر نقصها. ديجا نتوما وقت اللي لهنا تنجموا هكا تزيدوا تسكروها بالزبدة وإلا بالسمن، وإلا ديجا هي تبدأ الورقة يعني مبلولة فيها السمن، تتسكر وحدها من غير ما تزيدوا تعملوا لها برشا. دونك شوفوا لهنا باش نكمل الكعبة الثانية، هاكا دهنتها بالسمنتة ونحط كعبتي ونجي هكا نعمل مثلث صحيح. شوفوا المثلث لازم يكون صحيح هكا في شكل قائمة، هاكا ريتو قد هذاك قد باش يمشي المثلث صحيح. هاكا شفتوا ملول هكاكا، وتوا نبدأ نلمو ويكون قد ما نخرجش من الورقة الملصوقة. نحاول نستويه قد باش يعطيني الفورمة الصحيحة، تكون مرطوبة ونظيفة. هاكا شفتوا قد لازم يكون. تحاول تكبسوا عليها هكا بشوية باش تتلم، تبدأ الكعبة نظيفة ونظيفة وما هكا فيها مرطوبة. دونك لهنا نلقاوها هكا زايدة، نولي باش ندخلها هكا في ما بين الملصوقة. شوفوا كيفاش. دونك الزايد هذاك باش نقصه هكا في شكل مثلث صغير، ونكمل ندخل البقية في وسط الملصوقة هاك. كي تبدأ الورقة زايدة طويلة هاكا ما فيها حتى شيء. توا باش نجرب معكم كعبة ثالثة. شوفوها كيفاش ندهنها سواء بالزبدة وإلا السمن اللي قلت لكم عليه. نحط الخليط اللي هو أنا مشكلته في كعب قبل باش يكون ما يعطلنيش. توا نستوي المثلث متاعي قد ونبدأ هكا نلمو ويكون قد سهلة، طريقة سهلة ما فيها حتى شيء. انا راني لهنا باش نحطه في الكور في الفرن، مانيش باش نقليه، باش نحطه في الفرن. ديجا هيك مسكرة، ما غير ما نزيد نحط هيك مسكرة، هي ديجا الورقة مبلولة بالسمن. دونك لهنا وصلت كملت هي سي بون. توا باش نجي من الفوق هكايا ونزيد ندهنها باش تعطيني منظر هكا دوري كي نحطها في الفرن. بما اني انا باش نحطها في الفرن مانيش باش نقليها، هاكا ندهنها هكايا ونحطهم. وتبدا توا الفرن متاعي يشعل على 180 درجة. ديجا شوفوا ما شاء الله مرطوب ونظيف. توا باش نحطه في الكوشة وسيدي هنا طابلي، ومادام هو سخون نحطه في الشحور ويكون الشحور بارد. خذيت لهنا عندي شوية بيستاش وعندي شوية لوز، هكا لفيتهم في اللوز والبيستاش. ماذا بينا ديما الشحور يكون بارد والا سخون، والا ديما يكونوا كونتر بعضهم. المهم الحاجة تبدا خارجة من الفرن سخونة والشحور يبدا بارد، ما يكونوش الاثنين سخان. تو نستقطر الكعبة في الشحور ونحطها لهنا في اللوز والبيستاش، ومن بعد نحطها في على الصحن. ان شاء الله تكون عجبتكم فكرة اليوم. ما تنسوش الاشتراك وتضغطوا على اللايك باش يجيكم كل جديد، تضغطوا على الجرس وتقولوا لي شقولكم في الكومنتير. وتوا ما نقول لكم كاين استودعكم الله في لقاء آخر. وهذه هي الصمصة جات إن شاء الله مزيانة
وهشوشة وتقرمش. ننصحكم باش تجربوها وتنقل لكم إلى اللقاء. استودعكم الله.